السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم بواحد الفيديو واحد الوصفه اللي غادا تخلي الوجه ديالك كيلمع في العيد. بالنسبه للمكونات عندي بيضه، عندي واحد الملعقه ديال مايزينا نشا، وملعقه ديال القهوه العاديه اللي كان نعصروها، يعني عاديه ديال الدار. نشا هي هذه، يعني ملعقه من الحاجه، وبيض بيضه. هذا الماسك صراحه راه زوين، مكوناته بسيطه وكلها مفيده للجسم. بالنسبه للبنات اللي وجههم دهني يزيدوا واحد نقيطه ديال الحامض، انا هنا ما درتهاش، يعني كتبقى اختياريه. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحساسيه ما يديروهاش. المهم هادو هما المكونات الاساسيه. درت البيض تاع البيض مع ملعقه ديال القهوه، ملعقه ديال النشا، وغادا نمزج هاد المكونات جيدا. هاد الماسك مزيان للوجه وكذلك اليدين، الرجلين. مهم اي مناطق عندك فيهم الخلايا الميتة ولا فيهم شي بقع سوداء، هذا راه غيهنيك من هاد المشاكل كاملة. مهم خلط هاد الخليط، الريحة ديالو راه زوينة، يعني ما كتبقاش ريحة البيض نهائيا. بالنسبة للطريقة، غادا تطبقيها على الوجه ديالك، تاخدي واحد الفرشاة ولا غير هكا باليد، غتطبقيها على الوجه وعلى اليدين وعلى العنق بهذه الطريقة، تخليه حتى ينشف. وغادا ديري كوماج، ولا غادا تاخدي واحد المنديل، يعني هذا عادي ديال الورق، وغادا تطبقيه على الوجه وتخليه حتى يكرم، وغادا تزوليه يعني غير بشويه، هذا كيحيد لي بوين نوار من الوجه. انا كنفضل هاد الطريقه، كتجي صراحه زوينه، كتخليه حتى ينشف، يعني واحد ربع ساعه حتى ينشف جيدا، وكتزوليه غير بشويه، غير بالمهل، لانه كيحيد كاع هذوك الاوساخ اللي في الوجه والخلايا الميته ولي بوين نوار. المهم كان هذا هو الماسك اللي شاركت معكم، نتمنى يعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه، وعيد مبارك سعيد.